هذا المأمون بعد الموضوع اللي صار ويا أخوه الأمين يقول زحف بجيش أبيه. طبعا المأمون قتل أخوه قتله شر قتله، قطع راسه وعلقه بباب القصر. أعوذ بالله، أبناء حرام، هو هذا ابن الحرام. قطع راس أخوه. هسه رواية تقول على باب من أبواب بغداد، ورواية تقول على باب القصر. وخلى المارة الناس الطابوت طالع الضريبة مال الدخول والخروج يبصق بوجه رأس أخيه. ما طب يعني أجل لكم الله، يبصق يدفل عليه ويطب ويبصق عليه ويطلع. وصل إلى مرحلة زحف بجيشه، نزلوا بمنطقة اسمها طرطوس، الآن موجودة بالشام في سوريا. طرطوس كانت في ذاك الوقت يقول عنها التاريخ منطقة معروفة بكثرة البرك المائية ومعروفة بكثرة الأسماك، يمكن هم لحد الآن السمك بها وافر. فإجوا من هناك قلهم انصبوا لي عريش. ومرات الإنسان على قد ما يتكبر 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 يوصل إلى مرحلة فرعون، خصوصا إذا ما عنده دين. إخواني ترى هواي أكو ناس واصلة لمرحلة فرعون، من يوقف ويصيح أنا ربكم الأعلى. أكو هواي ناس سوت مثله ترى. إذا مو على الملأ حتى لا الناس تكفر وتطلع بوجهه بينه وبين نفسه يتخيل روحه إله، أستغفر الله. فهذا واحد من ذول المرضى. قال لهم نصبوا لي عريش، يعني العريش في مكان مرتفع. صعد على العريش ونظر إلى جيشه، مد البصر، مد البصر إلى بداية ونهاية ما تنشاف، وين ما عيونك توقع شوف بعد أبعد. فأحس بالخيلاء، شلون صار عنده نوع من التكبر من الزهو. يقول قالوا نزلوني، نزل شاف البرك، اكو بركه من عندهن. مو الله سبحانه وتعالى هم يضرب امثال، ما يعيف ابن ادم تايه. وتلك الامثال، القران الكريم يقول وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم شنو يتفكر، يتامل، يشوف اللي قبله ايش كانوا حتى يتجنب اخطائهم ويستثمر الصالح منهم. فلقى بركه من البرك تطلع من عندها الاسماك، تطفر السمكه وتنزل، تطفر وتنزل، اسماك حلوه. على حد وصف الراوي يقول وكانت تتلألأ كأنها سبائك فضة، هاي السمكات ذني. يقول فأعجبته أن يصطاد وحده بإيده، بما أنه البركة قريبة يمد إيده يصطاد. كل ما مد إيده على وحده انزلقت من بين يديه وهوت إلى البركة، يا يلزمها تفلت من إيده وتدخل. إلى أن يقول دنق عليهن، صار فكرة يلزم بقوة ويحصل هالعدد الموجود. طلعت وحدة من السمكات، هذا الحكي بثواني، مو طويلة السالفة، بثواني نضحت بوجهه قطرات ماء هالشكل، سمكة بذيلها شمرت على المأمون قطرات ماء. يقول من وقته ومن لحظته أحس بقشعريرة البرد، رجف. قالوا له وخر أمير، إحنا نصدم مكانك. قال لهم لا، أدخلوني إلى الخباء. شو تطببون الخيمة جوا؟ أدخلوه إلى خبائه. أول ما دخل إلى الخباء قال غطوني شوية، نفاضة قولتنا بالدارجة العراقية، صابته بعضها مقام رجف رجف. قال لهم غطوني، ما طول عليكم. قول غطوه. قال لهم جيبوا لي الطبيب. اجى الطبيب شوية فحص منا، شيك منا. قال أمير؟ قال بلى. قال له اعهد عهدك، هاي ضربات قلبك جاي تنخفض والتنفس جاي يضيق عندك، وهاي ساعاتك الأخيرة. الله، وين هاي وين هاي، والله الدنيا تدور. تالي الله سبحانه وتعالى هذا المأمون اللي يوقف على الجيش يشوف بدايته ما يشوف نهايته، طلع له سميكه صغيره ضربته بالذيل هالشكل 4 5 قطرات 6 مي طاح. قال لهم طلعوني لبرا. قام يلهث، درجه الحراره ارتفعت، نفسه عالي، قلبه يدق بسرعه. صعد باوع، بعد ما بيقابل يكمل الى نهايه العريش، شال يده قال له يا من ملكه دائم ارحم من ملكه زائل، يا من ملكه يدوم ارحم من ملكه يزول. ها
شنو حملك يزول؟ كان أنت مو قبل شوية كنت تشعر نفسك إله، هو هذا بنادم. شو نقول؟ حتى إذا ركبوا الفلك ذكروا الله. يركبوا الفلك ساعة الخطر، يعني معناها شبه الفلك بالخطر، من يوصل للخطر بنادم يذكر الله. وقت النفاه لا ماكو، وقت النفاه لا ماكو، وقت الضيج، وقت ما يحتضر يوصل إلى لحظة. ولهذا السبب دائما الظالم خاسر، اللي ما يخاف الله خاسر.